ناخد احمد مرتضى منصور برضو نعرف رايه. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك كابتن ايه؟ حازم ازي حضرتك؟ ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ منور يا كابتن. ازي حضرتك؟ يعني الحقيقه احمد تصريحات حازم هادئه، بيتكلم بشكل قوي جدا على نادي الزمالك. ميدو كان معانا ممكن زعلان شويه حزين شويه من طريقه الرحيل، رايك ايه؟ الاول عايز اقول حاجه مهمه جدا. يعني انا ما اعرفش ميدو قال ايه بالظبط، لكن خليني اقول المهم. يعني نتكلم في المهم وبعدين نتكلم في الموضوع الثاني. الموضوع المهم ان قاعد قدام حضرتك ده حازم امام. انا بقول حازم امام هو كابتن حازم امام. اللي انا اتولدت فشفت الزمالك بيلعب في جيل قبله وفي جيل بعده. كان كابتن حازم امام من الناس اللي الواحد كان دايما فخور بيها، واخلاقا وشكلا وموضوعا ولعبا. فلا، نادي الزمالك دايما بيحصد بطولاته بالعرق وبالجهد ومش بالسحر. الحاجة التانية برضو اللي عايز اقولها، مش ممكن ابقى انا راجل تعبت السنة اللي فاتت انا والوالد والمجلس الادارة بالكامل ونجيب لعيبة افضل لعيبة في مصر، ونجيب مدير فني على مستوى عالي جدا. ويمكن كابتن حازم امام دايما كان بيقول لي خلوا الراجل ده، جددوا مع الراجل ده. ونبقى كسبنا برضو بالسحر والشعوذه. يعني ده مش منطق يعني. تمام. انا ما اعرفش هو قال ايه بقيه الكلام، لكن طيب سيبنا. انا همسك نقطه مهمه جدا احمد، وكان لسه حازم انا اشهد في نقطه مهمه جدا. اشهد وكابتن حازم قاعد قدام حضرتك ان الجلسات اللي كانت بتتم مع الجهاز الفني في وجود كابتن حازم كان دايما بيغلب عليها طابع الود. يعني كان دايما بتبقى القعده وديه جدا، وما كانش بيبقى فيها اي تعليمات بلعيب يلعب او لعيب يمشي. ويعني يمكن انا حزين على رحيل ابراهيم صلاح، خلينا نتكلم بجد، لان ابراهيم صلاح مشي بالطريقه دي. والسنه اللي فاتت احمد جعفر مشي بنفس الطريقه. فكان اتنين لعيبه مهمين جدا. وده يمكن انا اتعلمت الدرس ده، ان انا ما امشيش اما المدير الفني يقول لي مشي لعيب ما مشيهوش. يعني حضرتك عارف احنا بناخد خبرات متراكمه طبعا. ويمكن انا هقول سر اللي جاب كابتن ميدو دخله عالم التدريب هو انا. يعني احمد مرتضى اللي دخل كابتن ميدو عالم التدريب. في المجلس دكتور كمال كان التصويت 4-4، وانا كان الصوت الخامس اللي جاب كابتن احمد حسام وخلاه يدرب نادي الزمالك واداله فرصه. وانا مش ندمان، انا هدي فرصه لكل شاب في سني ان هو ياخد المكانه دي. يمكن كنت بحلم بجهاز زملكاوي زي كابتن حازم امام وكابتن ميدو. يعني جهاز بالمستوى ده كنت بحلم بيه ان هو يتحقق له النجاح، لكن لظرف او لاخر الكوره ما كانتش ماشيه. يعني للاسف يعني ما تمش نجاح كامل في المرحله اللي فاتت، لكن كنا بنتمنى لهم النجاح. اعتقد الزمالك ابقى مني وابقى من كابتن ميدو وكابتن حازم. ما اقدرش كنت استمر في ده، لان انا راجل بنافس السنه دي ظروف مختلفه. نادي الزمالك طول بقى له 10 سنين ما بيحصدش بطولات، لكن الظروف دلوقتي مختلفه. انا بنافس على بطوله، فمش هقدر استحمل هزائم كتير. بس يعني دول نقطتين مهمين جدا. طب هو في نقطه يا احمد هم اتكلموا فيها، يعني اتكلم فيها ميدو واتكلم فيها حازم بهدوء جدا، وقالوا احنا تحت امر نادي الزمالك، حق اصيل للمجلس ان هو يجيب ويمشي مفيش مشكله، ولكن الحته اللي احنا زعلانين عليها طريقه الرحيل. يعني كان ممكن نستنى الصبح يحصل اجتماع نقدم احنا اعتذار نمشي، يعني تبقى اي طريقه ثانيه غير ان هم ممكن يسمعوا القرار من الفضائيات وهم في الاستاد. رايك انت ايه؟ يعني بص حضرتك، انا كنت بحمي. انا حرام ان انا احرق كابتن حازم امام في تجربه زي دي. يعني انا عايز بس حضرتك تفرق كابتن حازم امام. كلنا زعلانين على رحيله كويس، لان كابتن حازم امام ده هو قيمه كبيره جدا. فانا شخصيا بتمنى ان كابتن حازم امام يبقى في الجهاز الجديد، لكن انا عارف كابتن حازم اصلا كان مترفع على ان هو يجي في الجهاز ده، ويمكن هو يحكي لحضرتك. يعني انا عرضت عليه الامر ازاي وقعدت اتكلم معاه ازاي عشان يجي. فكابتن حازم انا مش عايز اربطه باي حد، مع احترامي لكل لا على فكره، لا احمد، هو ده راي حازم. يعني حازم ما كانش عنده تعليق على اي حاجه، بالعكس هو راجل بص لمصلحه الزمالك وقال ده حق اصيل، وشكر الناس اللي موجوده وقال ان هي دي هو ده تعقيبه. بقول لك ايه يا سيف، اتفضل اتفضل يا فندم سامعك.
خط قطع يا جماعه ولا ايه؟ طب اطلبوا لنا تاني يا جماعه بعد اذنكم.